السلام عليكم. النهارده باذن الله هنتكلم عن مرض التصلب المتعدد، ازاي بيبدا وليه بيضرب الاعصاب وليه اعراضه بتختلف من مريض للتاني. خلينا نبدا معاك الحكايه من الاول. جوه جسمنا في شبكه ضخمه من الخلايا العصبيه، كل خليه عصبيه بتستقبل معلومه وتبعتها لخلايا تانية عشان نعرف نحس، نتحرك، نفكر، يعني باختصار عشان نعرف نعيش طبيعي. الخليه العصبيه دي ليها دراع طويل بنسميه المحور العصبي. المحور ده هو اللي بتمشي فيه الاشارات العصبيه زي سلك الكهرباء كده، والسلك ده مش عريان، بيكون مغلف بطبقه دهنيه اسمها الميلين. الطبقه دي هي اللي بتحافظ على سرعه الاشاره وتخليها توصل من المخ لباقي الجسم في اجزاء من الثانيه، ومن غيرها الاشاره تبقى بطيئه او تتشوه او حتى تتقطع. لحد هنا الدنيا ماشيه تمام، لكن المشكله بتبدا لما جهازك المناعي يفكر ان الميلين ده جسم غريب ويبدا يهاجمه. فالخلايا المناعيه تفرز مواد تكسر الميلين وتبدا مناطق الالتهاب تظهر، سواء المخ او الحبل الشوكي او العصب البصري. وعشان كده المرض اسمه التصلب المتعدد مالتيبل سكليروسيس، عشان حصل بسبب هجوم مناعي على غلاف الاعصاب وسبب تلف في اكتر من مكان. فتبدا الاعراض تظهر ويبدا المريض يحس تنميل في الايدين والرجلين، وممكن كمان يحس بتنميل في جزء من الوش. تاني حاجه يحس بزغلله في العين او ضعف مفاجئ، يشوف الدنيا ضباب والالوان باهته، وساعات يحس بالم مع حركه العين. ثالث حاجه يحس بضعف او تقل في الحركه، يحس ايده او رجله ثقيله او يحس كانه بيجر في رجله وهو ماشي. رابع حاجه يحس بدوخه وعدم اتزان. خامس حاجه مشاكل في التبول، المريض ممكن يعاني من صعوبه في التحكم في البول، فممكن يحصل للعكس ويحصل احتباس، يكون مش قادر يبتدي التبول ومش قادر يفضي المثانه للاخر. بعد ما عرفنا الام اس بيحصل ازاي وايه الاعراض، ندخل على الانواع. اول نوع وهو التصلب الانتكاسي الراجع، ده اشهر نوع واغلب الناس بتبدا بيه. المريض يعيش فتره طبيعي وفجاه تجيله نوبه او هجمه، فيحس بتنميل او زغلله او اي حاجه من الاعراض اللي انا قلتها لك، وبعد ايام او حتى اسابيع الاعراض تتحسن ويعيش طبيعي او حتى شبه طبيعي. وبعد فتره تيجي هجمه تانية وتبدا الدوره دي تتكرر، يبدا يعيش كده، تجيله هجمه ثم يرتاح شويه ثم هجمه ثم يرتاح شويه. النوع الثاني اسمه التصلب الثانوي المتقدم. بعد سنين من النوع الاول يبدا المرض يغير طريقته، المريض يحس انه جسمه بدا يضعف شويه بشويه حتى من غير ما تجيله هجمات واضحه زي الاول. خلي بالك مش بالضروره التصلب الانتكاسي اللي بيجي على شكل هجمات انه يتحول للنوع الثاني، خصوصا لو في متابعه او بعد العلاجات الحديثه اللي ظهرت. النوع الثالث وهو التصلب الاولي المتقدم، النوع ده بيجي من الاول بشكل هادي وتدريجي من غير ولا هجمات ولا راحات، بس كل يوم المريض يحس بحركه ابطا، توازن اقل، وضعف بيزيد. النوع الرابع وهو التصلب المتقدم الانتكاسي، ده نوع نادر وبيجي في اقل من 5% من الحالات، وده بيجمع ما بين الهجمات اللي بتيجي في النوع الاول والتدهور المستمر اللي بيحصل في النوع الثالث. واخيرا ندخل على مرحله التشخيص. التشخيص في المرض ده صعب يتعرف من اول نظره، لان الاعراض بتكون متشابهه مع امراض تانية، عشان كده بيكون محتاجين تركيز وتحليل وتجميع الخيوط ببعض. اول خطوه في التشخيص وهي الفحص الاكلينيكي، الدكتور يسال عن الاعراض، بدات امتى، حصلت كام مره، بتروح ولا بتستمر، هل في مشاكل في الرؤيه، في التوازن، في الحركه. وبعدين يبدا يعمل لك فحص عصبي عشان يشوف رد الفعل والتوازن والاحساس. ولو الدكتور شك في الام اس فده يودينا للخطوه الثانيه، وهي رنين مغناطيسي على المخ والجزء العنقي من الحبل الشوكي. الصوره ممكن يظهر فيها بقع بيضاء، وده معناه ان حصل التهاب او تلف في الميلين. لو لقينا اكتر من بقعه بيضاء في اكتر من مكان بشويه تفاصيل كده، نبدا نشتبه في الام اس. ده عشان الرنين المغناطيسي بيكون من اهم الفحوصات في المرض ده، بس ممكن ما يكونش كافي. ده يودينا للخطوه الثالثه وهي البذل. الدكتور بياخد فيها عينه من سائل النخاع الشوكي ويبدا يدور فيها على مؤشرات مناعيه، لو لقيها فده بيدعم جدا تشخيص الام اس. ونروح لاخر مرحله وهي العلاج. زمان مريض الام اس كان عايش في دوامه من الخوف من كل هجمه، بس دلوقتي الدنيا اتغيرت، العلاج اتطور بشكل رهيب خصوصا في اخر 10 سنين، وجينا نقدر نتحكم في المرض بشكل اكبر. بس اهم حاجه التشخيص البدري والعلاج المظبوط والمتابعه المستمره. وبس كده، يا رب يكون الفيديو مفيد، وما تنساش ان فهمك للمرض اول خطوه في الراحه.